مقارنة بين إنجاز المغرب وإنجاز الجزائر الفاشل بين قوسين، وهو عدم التأهل إلى المونديال. نحن لم نتقبل، أي نعم قسم قد أقصانا، أي نعم نستحق التواجد في المونديال، لكن لم نتأهل في الدور، على الأقل الدور الثاني في كأس إفريقيا. لم نستطيع أن ربما نحتل المركز الثالث في كأس إفريقيا. عندنا عامين ونحن نهبطوا في المستوى، عندنا تشكيلة واحدة. قديورة حبس من المنتخب الوطني، حبس المنتخب الوطني. هذه الأمور لازم نذكرها عادي. السياسة والاستراتيجية التي لم تكن واضحة للمنتخب الوطني ربما جعلتنا نصل الى ان نرى اشقائنا المغاربه، وانا شخصيا راني فرحان من قلبي لهم يعني، ونتمنى انه يفوزوا بالمونديال. باش نكونوا واضحين، نتمنى انه هذه الاستراتيجيه نشوفوها في المنتخب الوطني. من ولا مره انا نقول لك ولا مره ذكرت بان المغرب لم نرى، نعم لم نرى في المونديال. او طاغ شاكن دو نو يبي سا فاكتور. الدنيا يوم عليك ويوم لك. ردا على كل ما ذكر من مقارنة بين إنجاز المغرب وإنجاز وهو عدم التأهل إلى المونديال. نحن لم جبنا الدنيا كاع ميتة. عباك كيفاش ناطر شيخ ناصر، نهضر معاك هذا الركراكي هكذاك صرا. نهضر معاك بصفة مدرب. شيخ ناصر، أنك تتفوق على منتخب بلجيكي رغم أنه وتتفوق على تغلب عليه المنتخب المصري، لا هذيك مباراة ودية، مباراة ودية تخوف من الإصابات. تدخل في اللعبة العالمية الودية حتى لا شوف شيخ ناصر، هو كفاءة محلية أكيد. وهو كان تحصل، هو كان قدم أداء ممتاز مع الوداد البيضاوي وين خدا كأس الإفريقية، رابطة أبطال إفريقيا. نظن أنه هذا المدرب عنده عدة أمور إيجابية لساعدته في هذا المونديال. نظن أنه كان جاء مدرب آخر ما عندوش كفاءة، ما عندوش مستوى، ما راحش يجوز الأول في المجموعة ديالو وما راحش يتأهل، رغم أنه حالي الوزج عنده الفضل الكبير لتألق هذا المنتخب، لكن أنه أهلوا اللي شفناه في الأدوار السابقة بنفس الطريقة. نظن أنه يقدر يتأهل أمام المنتخب الفرنسي. نعم يقدر يقول عليه مجنون، بصح نقول لك بطريقة لعب والإرادة، ونعرفوا هذه غريزة عند العرب والمسلمين وأيضا شمال إفريقيا. نعرفوا تلحق دور كيما هذا والجرينتا وتحفيز المشجعين. نعم نظن أنه يقدر يتأهل للدور النهائي، ليبقى حلم، وهذا الحلم ماهوش بعيد على 90 أو 120 دقيقة. نظن أنه طريقة دفاعية رائعة، نظن أنه أحسن دفاع اللي شفته في هذه الدورة بدون أخطاء. نعم مع حارس مرمى ممتاز يتألق في عدة مباريات، وكان ساهم بشكل كبير في الفوز ديالو. طريقة اللعب هذه الناس تشوفها بالك طريقة مملة، بصح هي طريقة جد فعالة في هذا. أنا نشوف انتر ميلان مع مورينيو خدا الكأس بنفس الطريقة، كأس أوروبا خداها أمام إيطاليا، أيضا فاز بالمونديال أمام برشلونة خداها بنفس الطريقة. ونقولوا دوك الانتر المنتخب المغربي من ناحية دفاعية عنده مستوى كبير وكبير جدا. هل ترى بأن دخول وليد الركراكي بنفس التشكيلة وبنفس المنظومة وبنفس الأسلوب من الدقيقة 0 إلى الدقيقة 90 سيصنع الفارق أمام المنتخب الفرنسي؟ يعني اعتماده على المرتدات ولعب ظروف دفاعي مباشر. نعم الأخ سيد علي قال لك مستحيل، أريد أن أسمع رأيك أستاذ ناصر. ما نقول لك كيفاش راح يدخل، لاني ما قلناش كيفاش يدخل. نعطي لك انا ربما تقول لي شكون راح يفوز، نقول لك المنتخب الفرنسي وليس حبا للمنتخب الفرنسي. نعم يعني باختصار الاخ زهير ريبي خدم خدمه ممله الا مباراه البرتغال. معليش نوصل نصف النهائي ممله وغير ممله. انا اوطونك ان سيبورتور نجي للتيران، نجي نستمتع بكره القدم. تما لما تشوف ان بلوك كونترين اتاك، المباراة كلها 90 دقيقة تمشي هكذا. نعم. إلا بالمرتدات خطرتين في شوط واحد. هذا أسلوب اللعب عادي جدا. أسلوب اللعب، هذا أسلوب اللعب. إيطاليا دات المونديال بهذا الأسلوب باش نكونوا واضحين. كي يكون أزمة نعم. كي يكون عندك كان بن ناصر وان محرز دوفون يوم ميليو تيران سا مارش. يوسف أعطيني ما عدا بن ناصر ومحرز، أعطيني بعض الأسماء الكبيرة التي نمتلكها. يوسف أنت سليماني ماشي كبير، سليماني لاعب كبير خويا، كبير في السن. نعم نعم كبير في السن. خلينا حتى نكون واضحين، نحن لا نريد أن نبقى في هذه السياسة يا أستاذ ناصر. ما هي السياسة هذه؟ نهضر لك أنا فوتباليستيك. المنتخب الجزائري الآن حاليا المغرب تضربنا بسنوات ضوئية من ناحية المستوى، والقرار الذي قام به رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي ربما لا أشاطره تماما في كل القرارات، ولكن القرار اللي داروا في يعني
نقولوا تنحية فايضة للوزيج قد أتى بثمار المنتخب. شوف اخر الكلام كما يقولوا واحد واش حب يقول، اقول تحيا العرب والعروبه، يحيا الاسلام والمسلمين. احنا بلد واحد، المغرب والجزائر، شعوبا خاصه شعوبا. الفريق منتخب مغربي أفضل منتخب جزائري.